أنا عملي بالسلك العسكري. تزوجت عمري 25 سنة. زوجتي أصغر من عندي ب5 سنوات. صار 10 سنوات إحنا متزوجين وعندنا أطفال 2. فترة التحاقي تعرفون يعني العسكري يطول، فتبقى زوجتي وحدها ببيتها وأنا عازل يعني وحدي. فتبقى زوجتي ببيتها أو تروح يم أهلها أهلي. هي زوجتي وأنا واثق بيها، يعني هي أم جهالي بعد، بمن أريد أثق، هي أم بيت بعد. فما أعرف شنو اللي يصير أو وين تروح وين تجي بهاي الفترة اللي أنا بالالتحاق. فبالآونة الأخيرة تفاجأت، يعني صار نوع من الإهمال، صارت ما تهتم لي. مو ذيك المرة اللي أنا تزوجتها وكانت مهتمت لي من أجي تتلقاني أو مهتمة ببيتها. اتصالها، حتى اتصالها يعني بديت أفتقد اتصالها وأني بالدوام. فكثرت المشاكل، ما صار التفاهم اللغة بيناتنا. دائما مشغولة بالمواقع يعني التواصل الاجتماعي. دائما من احكياها انت يا من تحكين ويا اختي او مثلا ويا صديقتي، وما دايره بال ابد، ما دايرت لي بال. فظلت تطلب الطلاق من عندي يوم بعد يوم. فانا تفاجأت، يعني ما اعرف شنو هذا السبب اللي خلاها تطلب الطلاق من عندي وتخرب كل هاي الحياة اللي بيناتنا، اطفال 2، بيت. يعني ما اعرف، يعني تريد تخسرني بكل هاي السهولة وتخسر اطفالها. فأنا بعد فترة مليت من هاي المشاكل، لأن تعبت كلش من هاي المشاكل. سحبت الأطفال من عندها وطلقتها. فظليت أدور يعني على سبب اللي خلاها تترك بيتها وتتركني، شنو هذا السبب اللي فضلتها علي وعلى أطفالها. فاكتشفت أنه هي كانت تحب واحد عن طريق الفيسبوك، أصغر منها ب 11 سنة، وكانت تطب وتطلع وياه بالشقة وكل هذا وأنا بالدوام. أنا كنت أروح أجيب رزقي وشايل روحي بإيدي وما أعرف بأي لحظة أموت بالخاطرها والخاطر الجهال. وبالتالي طبعا هو هذا حبيبها اللي فضلته علي، ضربها بوري وما أخذها وراح تزوج حبيبته طبعا اللي يحبها. ونصيحتي إلى يعني الكل شاب متزوج، انطي ثقة لزوجتك، بس لا تنطي ثقة يعني أزيد من حدها، لأن راح توصل لهاي المرحلة.